ازيكم يا جريد 4 عاملين ايه؟ معاكم مس أميرة محمد. في الفيديو ده بقى هنحل مع بعض موديل اكزام 2 in concept number 2 unit 3. كنا حلينا قبل كده مع بعض موديل اكزام 1، تقدروا تروحوا تشوفوه واسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. question number 1 بيقول لي choose the correct answer. اول حاجة ancient people used as a fuel before discovering gasoline. بيقول لي الناس زمان كانوا بيستخدموا ايه كفيول قبل ما يكتشفوا الجازولين؟ كانوا بيستخدموا الالكتريستي ولا الووتر ولا الويند ولا الوود؟ شاطرين، الوود. هما زمان كانوا بيستخدموا الوود كفيول قبل ما يكتشفوا الايه الجازولين. تمام كده. طيب question number 2 بيقول لي all the following are forms of fossil fuel except. بيقول لي كل دول من الفوسلز فيول ما عدا مين؟ تعالوا نشوف مع بعض. الووتر ولا الكول ولا الناتشورال جاز ولا الاويل؟ شاطرين، الووتر. ليه يا مس؟ علشان الووتر دي تعتبر renewable source of energy، انما كل دول من الفوسلز فيول اللي هي برضو non renewable. question number 3 بيقول لي acid rain is formed when combine with rain water. بيقول لي الاسيد رين بيحصل لها فورمت، بتتكون لما ايه يتحد مع الرين ووتر اللي هي ميه المطر. شاطرين، الكربون دايوكسيد جاز. اتفقنا مع بعض ان سبب الاسيد رين ان الكربون دايوكسيد جاز بيكون نسبته زيادة في الاير، فبيحصل له كومباين مع الرين ووتر، بيتحد مع مية المطر، وبعد كده بينزل المطر ده على شكل ايه؟ اسيد رين. وده قلنا ان هو له دينجرز كتير، ان هو بيعمل ديس للتري، وكمان بيغير الكيميكال ناتشورال بتاعة الليك وبتاعة السويل، وبيعمل كيل للفيش، وكمان بيعمل ديزولف للروك وبيدوب الصخور. تمام كده. طيب question number 4 بيقول لي we must fossil fuel at first to obtain energy. بيقول لي احنا لازم نعمل ايه الاول في الفوسلز فيول عشان تديني انرجي؟ شاطرين، نعمل لها بيرن. قلنا عشان ابقى عندي اي انرجي زي مثلا الالكتريكال انرجي لازم اعمل في الاول بيرنينج للايه؟ للفوسلز فيول. يبقى هنا بيرن. بعد كده بيقول لي give reason for the following. واتفقنا سؤال give reason بنحل عليه ازاي؟ بنكتب جنبه كلمة قول لي ليه، وبنجاوب عليه يا اما because او to. بيقول لي قول لي ليه الجنريتور are important in electric power station. ليه الجنريتور اللي موجود في الالكتريك باور ستيشن مهم؟ طيب نفتكر مع بعض هو كان بيعمل لي ايه؟ شاطرين، كان بياخد الكاينيتيك انرجي اللي خرجت من التوربينز، وبعد كده بيبدا يحولها لي الكتريكال انرجي، وبيعمل لي بروديوسد الكتريستي، والالكتريستي دي بتروح لبيوتنا كلها عن طريق الايه؟ الوايرز. يبقى هو مهم في ايه؟ مهم ان هو بيحول الكاينيتيك انرجي لالكتريكال energy. يبقى هنكتب هنا because it convert kinetic energy into electrical energy. بعد كده بيقول لي write the scientific term of each of the following. أول حاجة بيقول لي the main source of most forms of energy on Earth's surface. مين المصدر الأساسي للإنرجي في حياتنا على الإيرث surface؟ شاطرين، الصن. قلنا ان الصن دي مهمة جدا ان احنا ناخد منها انرجي، وقلنا ان اي انرجي تشين بتبدأ بالصن. question number 2 بيقول لي it is a liquid form of fossil fuel that was formed from dead marine animals. بيقول لي هو fossil fuel بس بيكون liquid، وهو بيتكون من الديد مارين animal. ده كان مين؟ شاطرين، الاويل. قلنا ان الاويل ده جاي من الديد مارين انيمال اللي حصل لها بارد وحصل لها ديكومبوزد، وكمان اتعرضت لاكستريم هيت اند بريشر لحد ما اتحولت لي اويل. وقلنا ان الاويل ده هو ايه؟ ليكويد، سائل شويه. تمام كده. طيب question number 3 بيقول لي energy resource that include wind energy, water and solar energy. بيقول لي ايه الانرجي ريسورس اللي هي من ضمنها الويند انرجي والووتر انرجي والسولار انرجي؟ دي كان اسمها ايه؟ شاطرين، renewable energy resource، هي الطاقة المتجددة اللي كان من ضمنها الويند والووتر والسولار انرجي. وقلنا الحاجات دي طبيعية فهي تعتبر ايه؟ renewable، متجددة. طيب question number 4 بيقول لي the device in electric power station that convert kinetic energy into electrical energy. مين الديفايس اللي كان موجود في الالكتريك باور ستيشن اللي كان بيحول الكاينيتيك انرجي لالكتريكال انرجي؟
شاطرين. لسه قايلينها من شويه الجنريتور كان بياخد الكاينيتيك انرجي من التوربينز وبعد كده بيحولها لالكتريكال انرجي وبيعمل لي بروديوسد الكتريستي. بعد كده بيقول لي what happened to ايه اللي هيحصل لي ال amount of fossil fuel if people don't conserve their use. يعني بيقول لي ايه اللي هيحصل للاماونت بتاعه الفوسلز فيول لو الناس ما استخدموش الفوسلز فيول دي بحرص شويه. ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان انا مع الوقت ما عنديش فوسلز فيول خالص وهيحصل لها run out quickly، يعني هتخلص بسرعة. وده ليه؟ عشان الفوسلز فيول دي تعتبر non renewable. تمام كده؟ طيب بعد كده بيقول لي put true or false. question number 1 wind energy will run out faster than natural gas. هي الويند انرجي هتخلص اسرع من الناتشورال جاز؟ لا طبعا يا مس. ليه؟ لان الويند انرجي دي تعتبر renewable resource يعني متجددة، انما الناتشورال جاز ده non renewable resource وهو من الفوسلز فيول. فطبعا مين اللي هيخلص بسرعة؟ النون renewable اللي هو الناتشورال جاز. يبقى هنا false. طيب question number 2 بيقول لي turning off light that we don't need is a way to conserve electricity. بيقول ان احنا نطفي النور اللي احنا مش محتاجينه، دي طريقة ان احنا نعمل conserve electricity يعني نحافظ على الالكتريستي. طبعا ماما على طول بتقول لنا اطفوا نور الاوضه وراكم اللي انتم مش قاعدين فيها. ليه؟ عشان نعمل conserve للالكتريستي. يبقى هنا true. question number 3 بيقول لي we can make liquid biofuel from wood chips and grass. بيقول احنا ممكن نعمل liquid biofuel من الwood chips والجراس. احنا ممكن نعملها، وقلنا ان دي لها طريقة معينة بتبقى في المصنع، هي مش عليكم الطريقة بتاعتها، ان انتوا بس تعرفوا ان الwood chips والجراس هما الاتنين بقدر ان انا اعمل منهم liquid fuel. يبقى هنا true. question number 4 بيقول لي as the speed of car increase the amount of used fuel decrease. بيقول لي لو السرعة بتاعة الكار حصل لها increase كانت كبيرة قوي، كمية الفيول اللي هو بيستخدمها بتبقى decrease قليلة؟ لا طبعا. ليه؟ لان لما السبيد بتاعة الكار بيحصل لها increase سرعتها بتزيد، هلاقي ان هي بتستخدم فيول بكمية كبيرة جدا. صح؟ يبقى هنا false. بعد كده بيقول لي cross out the odd word يعني اختار الكلمة المختلفة فيهم. طيب ايه الكلمات اللي هو مديها لي؟ oil، cool، charcoal، natural gas. مين فيهم مختلف؟ طب تعالوا نشوف كده. الاويل ده من الفوسلز فيول وهو يعتبر non renewable. طيب الكول برضو من الفوسلز فيول. طب الشاركول؟ لا الشاركول ده كان من البايو فيول وهو renewable. طيب الناتشورال جاز برضو من الفوسلز فيول. يبقى مين المختلف فيهم؟ شاطرين. الشاركول. ليه يا مس؟ لان all of them كلهم examples للفوسلز فيول ما عدا الشاركول ده من الايه؟ من البايو فيول. كده احنا نكون خلصنا مع بعض موديل اكزام 2 in concept number 2 unit 3 وكمان خلصنا شرح الكونسبت كله وحلينا عليه مع بعض. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.